طبعا طلع الكابتن محمد رمضان على المسرح علشان الناس اللي بتدافع عن قرار محمد رمضان ان هو يقول للعيبه اطلعوا اوضه اللبس وما تروحوش تحيوا جمهور، والناس اللي بتدافع على اللعيبه تشوف العالم بيحصل فيه ايه وتشوف الدنيا بتدار ازاي في العالم وفي النادي الاهلي، علشان يتعلموا ويفهموا ان اللي عمله الكابتن محمد رمضان واللي عمله لاعيبه الكابتن محمد رمضان تصرف لا يليق بالنادي الاهلي، ولازم له بيان اعتذار فورا من النادي الاهلي للجمهور. الصورة دي يا جماعة لفريق ميلان الإيطالي، طبعا كلكم عارفين فريق ميلان الإيطالي. بعد إحدى المباريات اللي خسر فيها فريق ميلان، الجمهور نده على اللعيبة. عارف اللعيبة عملت إيه؟ اللعيبة كلها بلا استثناء راحت وقفت صف قدام الجمهور مع المدير الفني للنادي. المدير الفني بنفسه راح وقف قدام الجمهور بيسمعوا الجمهور عايز يقول لهم إيه، وفعلا الجمهور ابتدى يكلم اللعيبة وابتدى يديهم نصايح. شفت اللعيبة بتحترم جمهورها ازاي؟ شفت فرق العالم بتحترم جمهورها ازاي؟ عشان هم عارفين ومتأكدين ان هم لا يمكن يكسبوا ويحققوا بطولات لو الجمهور ده مش في ظهرهم. فلازم الجمهور ده يبقى في ظهرهم علشان يقدروا يكسبوا ويحققوا بطولات. علشان كده اول ما الجمهور نده عليهم كلهم راحوا صف واحد وقفوا قدام الجمهور يسمعوا له. انتوا بقى بشوات وبتتعاملوا مع الجمهور ند بالند. الجمهور ينادي عليكم، لا ازاي الجمهور ينادي علينا بعد ما انتقدنا؟ ازاي؟ لا، احنا كرامتنا ما تسمح لناش بكده، احنا لازم نخرج وننفض للجمهور. الجمهور اللي اشترى التذكره، الجمهور اللي تعب وجه علشان يشجعكم في عز البرد ده وهيروح متاخر في عز البرد ده، حضراتكم استكبرتوا عليه واستعليتوا عليه وحطيتوا راسكم براسه ورفضتوا ان انتوا تروحوا تحيوه. اقول لك موقف تاني. الكابتن محمود الخطيب، يا كابتن محمد رمضان، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي اللي انت شغال فيها يا كابتن محمد، بنفسه سنة 2003 لما خسرنا الدوري يا كابتن محمد، الكابتن محمود الخطيب قال للاعيبة بالنص انزلوا التمرين واحد واحد قدام الجمهور ده كله علشان تسمعوا الشتيمة بتاعتكم بودانكم. كان الجمهور ساعتها النادي الاهلي كان بيشتم في اللعيبة عشان خسر الدوري. قال لهم انزلوا اسمعوا الشتيمة بودانكم علشان تعرفوا قيمة النادي اللي انتوا بتلعبوا فيه وتعرفوا قيمة التيشيرت اللي انتوا لابسينه. ده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. الجمهور ده يا كابتن محمد اول انت ما توليت المسؤوليه لان انت ما كانش حد يعرفك اصلا ولا يعرف انت مين، هو اللي دعمك، هو اللي ايدك، هو اللي السوشيال ميديا الاهلاويه كلها فضلت تنفخ فيك وتأيد فيك وتقول صاحب شخصيه قويه وهيظبط اوضه اللبس. هو اللي دعمك في كل قراراتك ضد اللعيبه. كل الغرامات اللي انت عملتها على اللعيبه هو اللي دعمك فيها وهو اللي كان في ظهرك وهو اللي كان بيسندك. اللي انت استكبرت عليه واستعليت عليه وحرضت اللعيبه انها ما تروحش تحيي الجمهور يا كابتن محمد. قرار غبي جدا بيثبت ان انت راجل اداري فاشل، ان انت ما ينفعش تدير منظومه كبيره وتدير لعيبه كبيره زي لعيبه النادي الاهلي وتشتغل في منظومه كبيره زي منظومه النادي الاهلي. بيان اعتذار رسمي مطلوب من النادي الاهلي فورا عن المهزله دي، ويا ريت الكابتن محمد رمضان يمشي. السلام عليكم.